اهلا بيكم في محاضرة جديدة من MK Front End Academy. النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض شغل على البوت ستراب، ولكن مهم جدا في المحاضرة دي تبقى مركز قوي لان كل اللي جاي ده هيبقى تطبيق عملي على كل اللي خدناه الفترة اللي فاتت. التطبيق العملي مهم جدا انك تنفذه بايديك، او ممكن تسمعه مرة مرتين، ولكن لازم تجرب بايديك الكود اللي احنا هنشتغل مع بعض عليه. بكل بساطة النهاردة تبدأ نشتغل على موقع ممكن يطلب منك في المستقبل، عبارة عن متجر إلكتروني أو اي كوميرس ويب سايت. عبارة عن ايه الموقع ده؟ بكل بساطة هو متجر إلكتروني تقدر تبيع من خلاله المنتجات. هو بيعرض فيه المنتج، خصائص بتاعته، الصور بتاعته، تقدر ان انت تتفاعل معاه. طيب خلينا نشوف كده المنظر بتاعنا عامل ازاي. ده شكل الصفحة بتاعتنا. عاملين ناف بار فوق، وادي الايكونز بتاعتنا، وعاملين لها كده يعني شكل او حركة بسيطة جدا، لان انت اول ما تقف على اي عنصر من العناصر دي يبدأ ان هو يبقى حاطط تحتيه خط بشكل مميز جدا. وعملنا الهيرو سيكشن بتاعنا والصورة جنبه، وبدأنا نعمل السيرفيس بتاعتنا اللي هو فري شيبنج واونلاين سيرفيس وشوية تفاصيل كده، وحطينا ايقونة او حطينا صورة صغيرة، وعملنا تحتيه كلمة نقدر ان احنا يعني نعمل كده شكل بيها. والجزء اللي تحتيه هو الفيتشر برودكتس يعني المنتجات نفسها، وادي عملنا كده كارد في المنتج نفسه. لو جينا وقفنا عليه تحس كده ان الكارد بيطلع شوية او بيعمل ترانزيشن معين بشكل معين، بحيث ان هو يبقى كأنه بارز شوية للشكل اللي انت بتدوس عليه. ننزل تحت كده برضو شوية، هنلاقي ان احنا هنا عاملين السيرفيس بتاعتنا او اللي هي تعتبر الاوفرز بتاعتنا اللي هي 70% مثلا اوف، وعملنا البوتون بتاعها وخلينا ليه شكل كده مميز في الترانزيشن برضو بتاعه. وعملنا برضو نيو ارايفل الحاجات الجديدة اللي هي لسه نازلة، وعملناها بنفس الطريقة مفيش مشكلة. هنا حطينا الصور، الحاجات اللي هي كريزي ديلز او الديلز اللي انت ممكن تضيفها على الموقع. وهنا عملنا برضو شوية ايقونات كده علشان تشد الرؤية بتاعتنا. والنيوزليتر ده اساسي طبعا في كل المواقع. النيوزليتر ده عبارة عن مكان او بتحط فيه الايميل علشان يجيلك البيانات او تجمع قاعدة عملاء للعملاء بتاعتك. والجزء الاخير هو الفوتر، حطينا فيه التفاصيل بتاعت كونتاكت اس والادي الاباوت والاكونت والابلكيشن لو انت عندك ابلكيشن. تمام. في برضو حاجة مهمة، دخلنا على الشوب، هو نفس اللي احنا عملناه في الهوم. كل فكرة بس إن احنا اختصرنا وعملنا منتجات بس، وحطينا بس زيادة هنا الايقونات والسلايد بتاعنا، والنيوزليتر زودناها كمان. والكارت ده المختلف شوية، احنا عملنا فيه الشكل بتاعنا والديتيلز، وحطينا الصورة الكبيرة واربع صور كده صغيرين اكنك بتشوف المنتجات الاخرى. والفوتر بتاعنا هو ما اتغيرش، مفيش مشكلة. طيب، المميز بس في التصميم ده لما نيجي نصغر الصورة ان هو responsive ويب سايت، يعني يقدر يتجاوب معاك على التليفون ويقدر يتجاوب معاك على اي تابلت او اي حاجة انت عايز تعمل عليها. يعني لو كبرنا كده الصورة اشتغل معانا عادي، صغرنا صورة شغال معانا عادي. تمام. وادي الناف بار او النافيجيشن بار في البطن بتاعه، والهوم بتاعه برضو شغال نفس الطريقة. وعملنا كده العناصر جنب بعض بحيث انها تبقى اخدة شكل مختلف. والبرودكتس خلينا اتنين برودكت في كل صفحة. تمام. ونفس الكلام برضو في الريسبونسيف بتاع الجزء الخاص بالاوفرز بتاعتنا. والنيو ارايفل نفس الكلام. ننزل تحت هنا الجزء ده كان فيه صورتين وبعد كده ثلاث صور جنب بعض، خلينا الصور اللي جنب بعض تحت بعض. وده هنشوفه ازاي بنقدر نعمله بطريقة سهلة جدا في ريسبونسيف عن طريق البوت ستراب. والجزء الأخير اللي احنا أضفناه هو الفوتر. عملنا ثلاث أيقونات جنب بعض، والجزء الأخير الخاص بانستول ابلكيشن ده خليناه في حاجة منفصلة لوحده. تمام. ممتاز جدا. طيب، عايز اقول لك برضو نصيحة كويسة جدا تقدر تتعامل بيها في الفترة الجاية. حاول انت تعمل الصفحة دي بنفسك. انا وريتك ازاي تتعمل والفيديو بتاعها او الشكل التصميم بتاعه النهائي. حاول انت تقدر تعمله بنفسك. لو عملته بنفسك وبتستخدم البوت ستراب هتلاقي ان الموضوع بالنسبة لك بقى مميز جدا. طبعا هي كل حاجة في البرمجة هي بالتجربة. لازم تجرب وازاي تتعامل على البوت ستراب، وتحاول انت تغلط مرة ومرتين تلاتة مفيش مشكلة، تشوف فيديو اكتر من مرة لحد ما توصل للتصميم. كل الحاجات دي بتبقى خبرة ليك في المستقبل. انت هيبقى عندك اكتر من حاجة ممكن تشتغل عليها. اول حاجة ان انت هيبقى عندك الدوكيمنت بتاع البوت ستراب نفسه تقدر تتعامل بيه.
تقدر تاخد منه العناصر والافكار اللي انت عايزها. وهيبقى عندك كمان الفيديو اللي انا هعمله علشان يشرح لك كل التفاصيل الخاصة بتصميم الموقع ده. هشرحه لك بالتفصيل وواحدة واحدة، ممكن اجمعه لك كله في فيديو واحد عشان ما تفصلش، وممكن اقسمه لك على اكتر من فيديو لو انت عايز. اكتبوا لنا في التعليقات انتوا محتاجين ان هو يبقى على فيديو واحد ولا اكتر من فيديو، واستنونا ان شاء الله في الحلقة الجاية علشان ناخد الكود بالتفصيل. كان معاك محمد صالح من ام كي فرونت اند اكاديمي. متنساش تعمل اشتراك في الصفحة بتاعتنا وتتابعنا علشان يوصلك كل جديد، وتابعنا في الحلقة الجاية علشان هتبقى حلقة مميزة جدا جدا. استنونا، مع السلامة. برعاية MK for Web Solutions.